تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع 40، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الحق. موضوع النهاردة شيق جدا ولكن محتاج تركيز، وهنبدأ كالعادة بسؤال. السؤال هو: احنا ليه موجودين على الأرض؟ طبعا الإجابة من وجهة نظر مسيحية بحتة هي بسبب الخطية الأصلية أو الخطية الجدية أو خطية آدم، وطبعا دي كلها مسميات لنفس الشيء. ولكن يا ترى ايه هي الخطية الأصلية دي؟ وهل في شيء بالفعل اسمه الخطية الأصلية؟ هو ده اللي احنا نحاول نعرفه. ولكن خدوا بالكم، كل الكلام اللي انا هقوله ده اعتقاد الأصدقاء المسيحيين وطبقا للكتاب المقدس، وربما في الحلقات القادمة نخصص حلقة نناقش فيها هذا الموضوع من وجهة نظر إسلامية إن شاء الله. فتشوا الكتب. تعالوا الأول نعرف قصة آدم وحواء والحية وعلاقتهم بالخطية الأصلية. من المعروف في الكتاب المقدس إن الإله خلق الأرض والسماء وكل ما فيهن في 6 أيام، ثم استراح الإله في اليوم السابع، زي ما بيقول طبعا الكتاب في سفر التكوين الإصحاح 2 والعدد 2. وبعد كده الإله أخذ تراب من الأرض وخلق منه آدم، وبعد كده الإله خلق جنة وغرس فيها شجر اسمها جنة عدن. حط الإله آدم في جنة عدن ليفلحها ويحفظها ويعتني بها، وأعطى الإله وصية لآدم. الوصية دي موجودة في سفر التكوين الإصحاح 2 والعدد 16 و17. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. يعني الوصية ببساطة إن الإله قال لآدم يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة واحدة بس اسمها شجرة معرفة الخير والشر. وطبعا ده كله وكانت لسه حواء ما اتخلقتش. فرأى الإله إن آدم كان يعيش في الجنة بمفرده، فقال الإله: أخلق له معينا نظيرا. فأوقع الإله نوم عميق جدا على آدم، وأخذ ضلع من أضلاع آدم وملأ مكانها لحمة، وخلق منه امرأة وأحضرها إلى آدم اللي هي حواء يعني. وكان آدم وحواء عايشين في الجنة مع بعض عرايا بدون ملابس. فضل آدم وحواء عايشين مع بعض لفترة في الجنة، لغاية لما جه في يوم من الأيام دخلت الحية، والحية دي كانت أحيا جميع الحيوانات التي خلقها الإله. راحت الحية إلى حواء، ودار حوار ثنائي بين حواء والحية، والحوار هو كالآتي: فتشوا الكتب. الحية تقول: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ حواء ردت عليها وجاوبتها: من ثمر شجر الجنة نأكل أكلا، وأما ثمرة الشجرة التي في وسط الجنة أوصانا الله وقال لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. يعني حواء بتقول لها ربنا سمح لنا نأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر التي هي في وسط الجنة. الحية ردت على حواء وقالت لها: لا تخافي، لن تموت، لأن الله عالم إذا أكلتم من هذه الشجرة ستصبحون مثل الله تعرفون الخير والشر. ولغاية هنا انتهى الحوار بين حواء والحية. وانتبهوا لشيء مهم جدا،
إن آدم ما كانش موجود أثناء الحوار ده، بدليل إنه ما اعترضش على كلام الحية، وآدم بنفسه هيقول كده في تكملة القصة. وفي يوم شافت حواء هذه الشجرة، وشافت إنها شجرة شهية للنظر وبهجة للعيون. أخذت منها حواء وأكلت، وأعطت منها لآدم فأكل آدم أيضا. وبمجرد إنهم أكلوا من الشجرة حسوا إن هم عريانين وشافوا عورتهم، وابتدوا إن هم يجمعوا من ورق التين علشان يصنعوا لأنفسهم مآزر ويداروا عورتهم، لأنهم كانوا عايشين في الجنة عرايا زي ما احنا ما قلنا في الأول. فتشوا الكتب. وعند هبوب ريح النهار الإله كان بيتمشى في الجنة. أول لما آدم وحواء سمعوا صوت الإله وهو بيتمشى في الجنة جريوا واستخبوا في وسط شجر الجنة. الإله بص قدامه ملقاش ولا آدم ولا حواء. ابتدى ينادي الإله وقال: يا آدم، أين أنت يا آدم؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الإله لآدم: ومن أعلمك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله لحواء: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت: الحية غرتني فأكلت. ولغاية هنا انتهى فترة استجواب الإله لآدم والحواء، وابتدى الإله يغضب جدا، وابتدى انه يفرض عقوبات على حواء وآدم والحية. فتشوا الكتب. وكانت عقوبة الحية ان الإله قال لها: ملعونة أنت من جميع البهائم، وعلى بطنك تسعين وترابا تأكلين، يعني تزحف على بطنها وتأكل من التراب كل أيام حياتها. وكانت عقوبة حواء ان الرب قال لها: سأكثر أتعاب حبلك عندما تحبلين، وبالوجع ستلدين أبنائك، وإلى رجلك يكون اشتياقك، ورجلك يسود عليك. وفرض الرب عقاب على آدم وقال له: لأنك سمعت لقول امرأتك، ولم يقل سمعت لقول الحية. انتبهوا جيدا: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة، ملعونة الأرض بسببك، وستأكل منها بالتعب كل أيام حياتك. وبعد ما فرض الإله العقاب على الحية وحواء وآدم، صنع الرب أقمصة من جلد وألبسهما لآدم وحواء. وبعد كده الإله كان بيتكلم، وبصراحة الكتاب ما وضحش الإله كان بيكلم مين، ولكن قال الإله: الآن آدم أكل من شجرة معرفة الخير والشر، وأصبح مثلي يعرف الخير من الشر، والآن قد يمد يده ويأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. كان في برضو شجرة في الجنة اسمها شجرة الحياة، ولو آدم كان أكل من الشجرة دي كان هيحيا إلى الأبد. فالإله لما لقى أن آدم تجرأ وكسر الوصية بتاعت الإله وأكل من شجرة معرفة الخير والشر، الإله قال آدم ربما أنه برضو يمد إيده يأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من الجنة اللي هي جنة عدن، أخرجه وقال له إنه يروح يفلح في الأرض التي أخذ منها، لأنه من التراب وإلى التراب يعود. وطرد الإله آدم من الجنة، والإله وضع في الجنة حراسة مشددة، حط ملاك اسمه ملاك الكاروبيم، وحط سيف مشتعل متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، وحطوهم طبعا للحراسة علشان آدم ما يرجعش مرة تانية ويدخل الجنة ويأكل من شجرة الحياة. فتشوا الكتب. وبكده انتهت القصة، ودي كانت الخطية الأصلية أو خطية آدم أو الخطية الجدية، وهي عصيان آدم لوصية الله وأكله من الشجرة المحرمة اللي هي شجرة معرفة الخير والشر. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنعرض نقد مبسط لهذه القصة. تابعونا، في أمان الله. وداعا 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 وداعا